اخطر خساره مش انك تفوت اختراق، اخطر خساره انك تدخل اختراق كذاب. في لغه البورصه عندنا مصطلحين لازم نفرق ما بينهم كويس: الاختراق والكسر. الاختراق بيحصل لما السعر يكون طالع ويقدر يعدي مستوى المقاومه كان واقف قدامه بقاله فتره كبيره، وده غالبا بيكون اشاره قوه وفي مساحه جديده للسعر انه يكمل لفوق. اما الكسر بقى فالعكس تماما، فبيحصل لما السعر يكون نازل ويكسر مستوى دعم كان شايله وينزل تحته، ودوت بقى بيكون جرس انذار ان في ضعف واضح وان الهبوط ممكن يكمل. لحد هنا بقى الكلام سهل جدا، بس قبل ما اقول لك ليه في ناس كتير جدا بتخسر، اعمل فولو علشان تشوف محتوى اكتر عن التداول بدون اي تعقيد. هنا بقى النقطه المهمه: اكبر غلطه ناس كتير بتقع فيها انهم يشوفوا السعر خرج شويه عن المستوى فيدخلوا فورا على اساس ان ده اختراق او كسر حقيقي، مع ان الحقيقه ان السوق اوقات كتير بيعمل الحركه دي مخصوص علشان يخدعك. يعني ايه؟ يعني السعر يطلع فوق المقاومه لحظه فيخليك تحس ان السهم هيطير، تقوم داخل تشتري، وبعدها يرجع ينزل تاني بسرعه، او يكسر الدعم لحظه فيخليك تخاف وتبيع، وبعدها يرجع يطلع تاني وكأن مفيش اي حاجه حصلت. وده اللي بنسميه اختراق كاذب او كسر كاذب، وده من اكتر الفخاخ اللي بتاكل فلوس المبتدئين. يعني مش مطلوب منك انك تجري ورا اول حركه، المطلوب منك بقى ايه؟ انك تتاكد هل اللي حصل ده حقيقي ولا مجرد فخ سريع. وعلشان نعتبر ان الاختراق او الكسر حقيقي فعلا لازم يكون في شمعة كاملة تقفل بره المستوى، والافضل كمان ان الحركة دي تكون مدعومة بحجم تداول عالي، لان لو السعر خرج بره المستوى من غير اغلاق واضح او من غير فوليوم قوي اللي هو حجم التداول، فانت غالبا قدام حركة ضعيفة او خدعة. يعني ببساطة مش كل خروج من المستوى معناه بداية اتجاه جديد، احيانا بيبقى مجرد اختبار واحيانا بيبقى فخ، واللي بيدفع ثمن التسرع هو اللي دخل بدري من غير اي تاكيد. خلينا اديك مثال واقعي: زي حد محجوز جوه سور، وطول ما هو جوه السور هو لسه في نفس المساحه، لكن اول لما يطلع بره السور فعلا يبقى خرج بالكامل. هنا بقى نقدر نقول انه اتحرك وبدا يتحرك في اتجاه جديد. انما بقى لو طلع بره خطوه ورجع تاني يبقى هو اصلا ما خرجش، بس اوهمك انه خرج. خد الخلاصه من اخوك درويش: الاختراق بيحصل لما السعر يعدي المقاومه لفوق، والكسر بيحصل لما السعر ينزل تحت الدعم، لكن مش اي خروج من المستوى يبقى حقيقي. لازم تشوف اغلاق واضح بره المستوى ويفضل معاه حجم تداول قوي علشان تفرق ما بين الحركه الحقيقيه والفخ. لان اكبر خسائر ناس كتير في السوق مش بتحصل علشان السوق غامض، احيانا بتحصل علشان هم بيستعجلوا وبيصدقوا في اول حركه. بس عندي سؤال ليك: انت ايه اكتر حاجه خسرتك قبل كده؟ انك دخلت اختراق كاذب ولا انك خفت من كسر كاذب؟ اكتبها في الكومنتات.